أهلا بكم. حضرت قبل قليل الندوة الصحفية ديال المدربين الناخبين الوطنيين، لا وليد الركراكي ولا لويس إنريكي. بكل صراحة يعني أطورين في المستوى العالي. لويس إنريكي معروف عن الجميع، درب البارسا، فاز بأصوات الأبطال الأوروبية، لاعب ممتاز. وليد الركراكي في أول تجربة ديالو مع المنتخب، ولكن بجوج يعرفوا يتكلموا مع الصحافة، تعرفوا يتواصلوا، تعرفوا يتفادوا الأسئلة الحرجة، تعرفوا يحترموا الخصم. وليد الركراكي رغم انه مقتنع بان المنتخب المغربي عنده حظوظ حقيقيه للفوز بمباراه غدا، ولكن يحترم منتخب اسبانيا، لان ما يمكنش ما يحترموش منتخب اسبانيا. بل لا يحترم منتخب اسبانيا لا يفهم شيئا في الكره. منتخب اسبانيا منذ 20 سنه ومن احسن المنتخبات العالميه. صحيح ان منتخب هذا الموسم هو شويه ما عندوش تجربه، لاعبين شباب، ولكن طريقه اللعب ديالهم والاستحواذ على الكره دائما جميله وتتعجب الناس كلهم، منهم النصف المغاربه اللي تعجبهم التيكي تاكا. لويس إنريكي كذلك يحترم المنتخب الوطني المغربي، تفادى جميع الأسئلة المحرجة، ولكن سي سور تيقول لك يدير جهده كله باش يفوز في المباراة الغد، وهذا شيء عادي. يعني التواصل حاليا اصبح شيء مهم، خصوصا عند الاطر الكرويه. ذلك علاش شي واحد يبغى يدير احتراف في الكره، ماشي الكره فقط ولا البالون هو المهم، حتى كذلك التكوين. والتكوين ماشي في الكره فقط، فالتكوين في التواصل، التكوين في طريقه الكلام، التكوين في طريقه مناقشه الصحفيين، التكوين في طريقه تفادي الاسئله المحرجه، التكوين في طريقه ديال الواحد يبقى صابر وما يتقلقش نهائيا. بكل صراحة من بعد ما حضرت الندوة الصحفية ديال الوليد، أنا جد فخور بأن حاليا عندنا مدرب وطني تعرف يتواصل بجميع اللغات، وهذا شيء عادي. ولكن الاحترام واجب لفريق الخصم. بالنسبة لويس إنريكي حطيت له واحد السؤال شوية غريب، قلت له بأن في 2015 مع البارسا ما كنتيش جوسكو بو لان كنت تيكي تاكا، ولكن مش بحال غوارديولا. دابا مع المنتخب الوطني الاسباني تنشوفوا بان كاين تيكي تاكا جوسكو بو، خاصة تخسر الماتشات قال لي لا جابك الله. انا طريقه اللاعب ديالي دائما هي حنا الاسبان، حنا تنبغيو اللاعب الفرجاوي، تنبغيو اللاعب جماعي. لكن غدا الا انتصر علينا المنتخب المغربي ثق بيا غنمشي نهنيه، وانا تنحترم المنتخب الوطني المغربي. بزاف الاسئله طرحات حول الصحافه الاسبانيه يعني واستهزاء واستهتار بالمنتخب الوطني المغربي. قال لك هو ما عندوش حتى علاقه بالصحافه، لكن هما كلاعبين وكاطر وكمدربين يحترمون كثيرا المغرب، وحتى بيدري اللي جنب بعد منه لاعب كبير تيحترم اللاعب المغاربه وتعرفهم حق المعرفه. فبالتالي المباراه غدا مباراه فرجويه، مباراه جميله بين منتخب يحب الاستحواذ على الكره ومنتخب ابان على انه يقدر ان يلعب بدون كره، وان يصبر بدون كره، وان يترك الكره للخصم. تنظن بان المنتخب الاسباني هو اللي يستحوذ على الكره، وحنا خصنا ندافعوا بحماس، ندافعوا بحال المباريات اللي دازوا، ندافعوا بحال الشوط الثاني لمباراه كندا اللي معجب بزاف الناس. ولكن في لا ريكونفيرسيون ديالنا من الدفاع للهجوم خصنا نسجلوا، وفي انصاف الفرص خصنا نسجلوا، ما خصناش نضيعوا الفرص، وعندنا حظوظ حقيقيه. اللي كان ناوي المغرب يهاجم على اسبانيا ويستحوذ الكره على اسبانيا فهو غلط، لان صعيب تستحوذ الكره ضد منتخب اللي الثقافه ديالو منذ الصغر، منذ النشأة، منذ التكوين هي الاستحواذ على الكره. فغدا تنظن المنتخب المغربي ما يفوش 30 حتى 35% الاستحواذ مقابل 65% المنتخب الاسباني، ولكن هذا لا يعني شيئا. المنتخب الياباني استحوذ 18% فقط على الكره وفاز. الكثير من المنتخبات لا تستحوذ على الكره وتفوز. وبالتالي لو كان الاستحواذ على الكره هو الوحيد اللي تيربح، وكان البارسا تفوز بجميع الالقاب. والعوده للبارسا، فالبارسا ديال ميسي وانيستا وتشافي هي اللي كانت تستحوذ على الكره بهذه الطريقه وكانت تربح. البارسا الحاليه في المقابلات الكبرى تخسر، لان حاليا المدربين تعرفوا يخليوك الكره ويربحوك. وهذا اللي يحاول غدا وليد الركراكي يدير. ان غدا ثقوا بيا، اسبانيا لا تستحوذ على الكره، حنا ندافعوا وندافعوا بقتاليه، ندافعوا بشراسه، ولكن التحويل الدفاع ديالنا الهجمات مضاده خصنا نكونوا افيكاس، خصنا نكونوا سريعين، وخصنا ما نضيعوش الكره. وداك الشيء علاش بوفال غدا ما خصوش يقسم اللي يدرب شويه، خصو يحاول يلعب جماعي، خصو يحاول يلعب بحال تيلعب زياش. انا ما عندي الثقه الكامله في النصيري، لان النصيري سيقاتل سيجاهد ضد الاسبان اللي تعرفوه حق المعرفه. فغدا خص الجمهور المغربي يكون واجد باش الكره تكون على الاسبان، ولذلك خصو ما يبقاش على التشجيع ديالو. الجمهور المغربي اللي بزاف الناس يظنوا تيوصلوا بزاف الميساجات ما يكونش في الملعب بكثره، لا،
داك التذاكر اللي عند الناس اللي ماشي مغاربه وماشي اسبان واللي باغيين يبيعوهم تيبيعوهم للمغاربه، لان المغاربه هما اللي قادين دابا يشريو التيكي ب $1000 $800 $900. ما يمكنش شي واحد نوتر يشري تيكي بهذا الثمن كله. ولذلك تنظن فالملعب يكون مملوء عن 80% مغاربه، لان الاسبان كاين من 4000 5000 ما كاينش اكثر. بزاف الناس قال لك الفيفا عاونات الاسبان، غير صحيح نهائيا. فالاسبان كاين 5000 على اكثر تقدير في الدوحه هما اللي يكونوا، وباقي الناس لا المغاربه ولا العرب اللي يكونوا غدا في الملعب كلهم سيشجعون المنتخب الوطني المغربي. فغدا نلعبوا بحال اللي لاعبين في الدار البيضاء، ولكن اسبان ولا تحبها الكره وحنا ننتصروا ان شاء الله. كاين باقي واحد المساله مهمه نناقشوا، هو ان هاد بزاف الناس اخذوني البارح علاش ما دافعش بزاف بشراسه على التذاكر. ما يمكنليش نكتم داكشي اللي درت البارح، لان قطر ماشي هي المسؤوله على التذاكر، الفيفا هي المسؤوله. ومن يقول ان الفيفا ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق نهائيا تبيع المباريات الثمن في الاول ديال المونديال، ما عندهمش الحق. لان الفيفا منذ ان بدات تبيع التذاكر منذ المونديالات السابقه دائما تتبيع المباريات من الاول. وكاين بزاف المغاربه اللي خداو المباريات في السبعه كلها، كاين بزاف المغاربه اللي خداو المباريات في السبعه كلها، لان كاين واحد لوبسيون الا خديتي مباراه السبعه ما خسر في المنتخب ديالك تيردوا لك الفلوس. وبالتالي كاين خطا تيشاركوا فيه المغاربه. انا البارح طرحت الاشكال في المجلس، ولكن ما يمكنش نمشي اكثر. واللي تيسحبوا من ان ما قادش ندافع يجي يدافع بلاصتي، لان ساهل تكون وراء الاورديناتور ديالك وتبقى تكريتيكي الناس. انا قلبا وقالبا مع الناس اللي ما عندوش تذاكر، لكن انا كان عندي اقتراح على الفيفا باش تبدل الملعب ودينا الملعب بوسيل وتزيد 40000 تذكره، لكن على حسب الناس هذا الاقتراح غير ممكن ومستحيل. ولذلك الان اللي جاو ما عندوش تذكره فصعيب ما عندنا ما نقولوا له الا اذا كان يخلص ثمنات اكثر. ولكن كاين بعض الناس يبغوا يسمعوا لي، هذوك اللي ما نوتر اللي ما مغاربه ما اسبان عندهم التذاكر، الا ما شريتوش عندهم ماشين وبر الثمنات، ملي تبقى 4 ساعات ولا 5 ساعات المباراه تيقوا بيا يطيحوا الثمنات، ولا تبقى ساعه المباراه يمكن يبيعوه بقلب ثمنه الحقيقي في الفيفا. فالصبر اللي باغي يشري التيكي، الصبر. انا ولدي مازال ما خدا التيكي، تنقول له شري وكيف شويه عليك بالصبر، ويصبروا يطلعوا للملعب ويصبروا. واللي ما قدش يدخل الملعب كاين اللي فان فيست، كاين بزاف ديال المحلات في الدوحه اللي يمكنوا يتجمعوا ويتفرجوا جميع. كما كان خصنا نخليو الصوره ديال المغرب جميله، خصنا ما نخشوهاش، خصنا ما نديروش الفوضى، لان هادشي ماشي في صالحنا. وما عندش القطريين ما يديروش الامن القطري الا تزيدوا الفوضى ينعينوا ضيع الصيك، ما كاينش حل اخر وثيقوا بيا. فنخليكم غدا ان شاء الله. نتمنى كلنا فوز المغرب. الى اللقاء، وديما ديما مغرب.